الرسالة الأولى وهي رسالة موجهة إلى الرئيس مبارك. ارحل رئيس مبارك، البقاء لله. أواسيك في رحيل صديقك وشبيهك ونظيرك الذي أحكم قبضته كما أحكمت، واحتكر لنفسه وأسرته السلطة والثروة كما احتكرت، وقدم نفسه للداخل والخارج بديلا وحيدا كما فعلت، ظلم وتجبر كما ظلمت وتكبرت. سيادة الرئيس، نسألك الرحيل. أوجه رسالتي الأخيرة ليس بصفتي الحزبية ولا بوصفي منافسا لك في الانتخابات الرئيسية، بل كمواطن يرى الطوفان قادم ويرى الوطن كسفينة مثقوبة تعطلت بوصلتها في اللحظات الحرجة. رسالتي لك ليس أملا في إصلاحك أو طمعا في إظهار شجاعة ثابتة في مواجهتك، ولا طلبا لإنقاذ لن يتحقق أبدا في وجودك، ولن نراه على يد نجلك أو نظامك الذي تصلبت شرايين العقل فيه وانسدت رئات التنفس داخله، وبات معظم الشعب يزاوج بينه وبين الفساد والاستبداد والفقر، ويعد الأنفاس واللحظات بانتظار لحظة الخلاص. السيد الرئيس، بعد 30 سنة من حكمك قل لي من بات معك كي أقول لك من أنت وأين موقع قدميك. ألا ترى ما آلت إليه أوضاع الناس في عهدك؟ ألا تسمع ما يقوله الناس عنك وعن نجلك؟ ألا تشعر بضيق الناس من طول سنوات حكمك؟ ألم تمل من حكم شعب يحلم بأن يرى غيرك؟ لم تكل فتريح وتستريح وأنت في العقد التاسع من عمرك؟ سيادة الرئيس، إن لم تمل وإن لم تكل فقد استبد بنا الملل والكلل بعد أن أغلقت كل سبل التغيير السلمي، وبتنا ننتقل من السيء للأسوأ. فمن لم يحرق جسده فقرا وكللا يكاد يفقد عقله ألما ومللا ويأسا، وينفذ صبره ضيقا وغضبا مما آلت إليه الأوضاع في مصر. لقد وصلت سيادة الرئيس الحكم مع ريجن، فذهب ريجن وبقيت، وجاء بوش الأب وذهب وبقيت، وجاء كلينتون الزوج وذهب وبقيت، وجاء كلينتون أو جاءت كلينتون الزوجة وأوباما ويكادان أن يذهبا وتريد أن تبقى. لقد حكمتنا قبل أن نسمع عن جورباتشوف وذهب، وجاء بعده 4 رؤساء لروسيا، وقبل تاتشر وجاء بعدها 5 رؤساء لبريطانيا، وسقط كل حكام أوروبا الشرقية، وتغير مرات حكام أوروبا الغربية وآسيا وإيران ومعظم الدول العربية، وبقيت قابعا في مكانك متشبثا بمقعدك، إلا أن مصر لم تعد في مكانها وتقلصت مكانتها محليا ودوليا وإقليميا، وتضاعف الفقر والفشل والمرض وساءت أحوال الناس المثخنة بجراح عميقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في ظل حكومات عاجزة وفاسدة وانتخابات مزورة وعناد واستبداد وفساد متزايد. لم يعد هناك أمل للخلاص منه إلا بأن ترحل. ألم تفهم رسالة الناس لك بفرحتها برحيل شبيهك وقرينك؟ ارحل سيادة الرئيس قبل أن تشتعل مصر، واترك لمصر حقها في أن تختار من يحكمها اختيارا حرا يعيد لها كرامتها وصورتها بين الأمم الحرة. اعلم سيادة الرئيس أن الوقت لم يعد يتسع لإصلاحات مغشوشة ومناورات مكشوفة أو حتى تنازلات لم يعد لها محل من الإعراب على طريقة بن علي. ولن تلملم هذه التنازلات
أجزاء هذا الوطن المكسور. ارحل ارحل كي يتحقق لمصر كلها خروج آمن من محنتها. ارحل كي تسترد مصر حقوقها وحريتها وكرامتها. ارحل فقد صبرت مصر صبر الجبال، صبر الجمال، لكن الجمال التي صبرت أكثر من اللازم وجاعت وضربت على سنامها أكثر من اللازم لم تعد تحتمل بعد ثقل القابعين على ظهورها أكثر من اللازم. ارحل فلن تترك لنا بعد اختيار. ارحل قبل ثورة الجمال، ولا تنسى أن تأخذ معك نجلك جمال. ارحل سيادة الرئيس.